رحلت الفنانة إقبال نعيم إحدى أبرز أعمدة المسرح العراقي، تاركة خلفها إرثا فنيا تجاوز 100 عمل، لكنها في المقابل رحلت بصمت يليق بطبيعتها بعدما احتفظت بحياتها الشخصية خلف ستار الكتمان، لتبقى تلك الزاوية من حياتها بعيدة عن كل ما كتب وقيل عنها خلال مسيرتها الفنية الطويلة. حافظت طيلة عقود على خصوصية شديدة من حياتها الشخصية، حتى أن الوسط الإعلامي والفني لا يعرف عنها شيء يتعلق بزوجها أو أبنائها، ولم تتحدث في أي حوارات أو لقاءات عن تفاصيل تخص بيتها أو عائلتها، بل كانت تفضل أن تعرف فقط بصفتها المهنية فنانة أكاديمية ومخرجة. ومع إعلان وفاتها تساءل كثيرون عن تفاصيل حياتها الخاصة، إلى أن الإجابة بقيت واحدة: لا معلومات مؤكدة عن زواجها أو إنجابها، ولم تسجل أي مصادر إعلامية أو رسمية بيانات تخص هذا الجانب من حياتها. فنانة عاشت للجمهور والفن، لكنها اختارت أن تحفظ قلبها لنفسها لتغادر الدنيا كما عاشت على المسرح، صامتة أنيقة عميقة ومخلصة للنص فقط. فجع الوسط الفني العراقي بوفاة الفنانة العراقية إقبال نعيم عن عمر 67 سنة. وأعلنت نقابة الفنانين العراقيين اليوم الأربعاء وفاتها بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإبداع، تركت فيها بصمة بارزة على خشبة المسرح وفي الدراما العراقية والعربية. إقبال نعيم أسرت المكتبة الفنية بالعديد من الأعمال، حيث عملت مع عدد من الفرق المسرحية العراقية المحلية كالمسرح الفن الحديث والشعبي، قبل دخولها إلى الفرقة الوطنية للتمثيل، فضلا عن إخراجها للعديد من المسرحيات التي حازت من خلالها على جوائز هامة أثناء تمثيلها للعراق، سواء في المهرجانات المحلية والعربية والدولية. كما عملت مع أفضل وأهم المخرجين العراقيين، أبرزهم عون كرومي وصلاح القصب وعزيز خيون وفاضل خليل، وقدمت العديد من المسرحيات منها خيط البرسيم وفي أعلى الحب وسيدارة وغيرها. كما شاركت في العديد من الأفلام منها حب في بغداد وستة على ستة، فضلا عن مشاركتها في العديد من الأعمال الدرامية في التلفزيون والإذاعة. ونعت النقابة ببالغ الحزن والأسى تنعي نقابة الفنانين العراقيين رحيل الفنانة الدكتورة إقبال نعيم التي وافتها المنية هذا اليوم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم ذويها ومحبيها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الفنانة الراحلة من مواليد كانون الأول ديسمبر 1958، وتعد من أبرز الأسماء النسائية في المسرح العراقي الحديث، حيث بدأت مسيرتها الفنية منذ سنوات مبكرة، وعملت مع عدد من الفرق المسرحية المحلية، أبرزها فرقة المسرح الفن الحديث وفرقة المسرح الشعبي، قبل أن تنضم إلى الفرقة الوطنية للتمثيل، وتواصل من خلالها تقديم أعمال مسرحية كممثلة ومخرجة. وخلال مسيرتها نالت إقبال نعيم على جوائز تقديرية عديدة، من بينها جائزة أفضل ممثلة عن مسرحية الره من المركز العراقي للمسرح عام 1985، وجائزة أفضل ممثل دور ثاني عن مسرحية ألف أمنية وأمنية عام 1987، إضافة إلى جائزة أفضل عمل متكامل عن مسرحية ترنيمة الكرسي الهزاز في مهرجان قرطاج المسرحي في العام ذاته.
كما حصلت على جائزة أفضل إخراج وتمثيل وأزياء عن مسرحية الريشة الذهبية خلال مشاركتها في مهرجان مسرح الطفل الأردني عام 2002، وهو ما يؤكد تنوع حضورها المسرحي ما بين التمثيل والإخراج وتصميم الرؤية البصرية للعمل. عملت الراحلة العراقية إلى جانب أبرز رموز الإخراج المسرحي، ولم يقتصر حضور إقبال نعيم على خشبة المسرح بل امتد إلى السينما والتلفزيون والإذاعة. شاركت في عدد من الأفلام العراقية منها حب في بغداد وستة على ستة، كما أدت أدوار متعددة في أعمال درامية تلفزيونية وإذاعية، إلى جانب حصولها على شهادة الدكتوراه في المسرح، ما جعلها تعرف بين زملائها وطلابها بلقب الدكتورة إقبال. واستذكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفنانة الراحلة بكلمات مؤثرة، مشيدين بتجربتها الفنية الطويلة ومواقفها الإنسانية. وتناقل عدد من الفنانين والمهتمين بالشأن الثقافي صور ومقاطع أرشيفية من أعمالها المسرحية، وعبروا عن حزنهم لفقدان أيقونة مسرحية تركت أثر واضح في المشهد الفني العراقي، وسط دعوات إلى تكريمها بما يليق بإرثها الفني وسيرتها المهنية الطويلة. كتب عبد الرازق الربيعي حين سئلت الفنانة إقبال نعيم في استطلاع لجريدة الجمهورية في مطلع التسعينيات عن طقوس زفافها كيف تفضل أن تكون، فأجابت: أفضل أن أرتدي في يوم زفافي ثوبا لونه أسود. يومها ضحكنا معها كثيرا، وصرنا نذكرها بذلك بين حين وآخر، ونشاكسها أنا والصديق حسن عبد الحميد الذي أجرى الاستطلاع. واليوم وأنا أقرأ خبر رحيلها المبكر أتساءل: هل كانت تعلم أن السواد سيكون عنوانا لحياتها القصيرة؟ في الدورة الأخيرة مهرجان ألدون 2023 شاهدتها على المسرح وهي تؤدي دورها في مسرحية نساء لوركا للدكتورة عواطف نعيم. كانت مرهقة جدا وتصارع المرض وتبذل كل ما لديها لتعطي الشخصية حقها على حساب معاناتها. يومها تذكرت الفراشة التي كانت تتحرك على مسرح معهد الفنون الجميلة عام 1981 وهي تؤدي دورها بكل رشاقة وحيوية في مسرحية الجمجمة لناظم حكمت والمخرج دكتور محمد سيف. فعرفت أن فراشة المسرح العراقي تقاوم المرض بكل ما تستطيع، ولم أعلم أن تلك الوقفة كانت الأخيرة لها، ولقائي بها كان الأخير حتى تمكن منها المرض، لكن روحها ستظل ترفرف بأجنحتها حول خشبة المسرح إلى رحمة الله الواسعة. دكتور إقبال نعيم. كانت إقبال نعيم صوتا مسرحيا مؤثر، جمعت بين الأداء الراقي والرؤية الإخراجية المبتكرة لتصبح رمزا من رموز المسرح العراقي ووجها مألوف في السينما والتلفزيون. إقبال نعيم سلمان ممثلة عراقية بارزة، ولدت في بغداد ونشأت في عائلة فنية كان لها تأثير كبير على مسيرتها الإبداعية، فهي شقيقة الممثلة عواطف نعيم التي تعد أيضا من الأسماء البارزة في الساحة الفنية العراقية. ومنذ بداياتها أظهرت إقبالا وشغفا بالمسرح والفنون لتصبح لاحقا واحدة من أبرز الوجوه في المشهد الثقافي العراقي. إلى جانب عملها الفني أولت اهتمام كبير للجانب الأكاديمي، حيث حصلت على شهادة الدكتوراه في الفنون المسرحية في كلية الفنون الجميلة بجامعة بغداد في يناير 2010 لتجمع بين الإبداع الفني والدور الأكاديمي في دعم وتطوير المسرح العراقي. إقبال نعيم التي بدأت مسيرتها في سبعينيات القرن الماضي. الجوائز التي حصلت عليها: جائزة أفضل ممثلة عن مسرحية الرهن من المركز العراقي للمسرح عام 1985، جائزة أفضل ممثل دور ثاني عن مسرحية ألف أمنية وأمنية عام 1987، جائزة أفضل عمل متكامل عن مسرحية ترنيمة الكرسي الهزاز في مهرجان قرطاج المسرحي عام 1987،
جائزة أفضل إخراج وتمثيل وأزياء عن مسرحية الريشة الذهبية في مهرجان مسرح الطفل الأردني عام 2002. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.